أنا هتكلم معاك عن السؤال الأكثر انتشارا تحديدا وقت تغيير زيت المحرك. كتير من الناس بيغيروا زيت المحرك، ده طبيعي، صيانة دورية بتتعمل كل 5000 10000 كيلو. ويجي بقى السؤال هنا، الفني حط لي زيت زيادة، الفني حط لي زيت أقل. إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه اللي ممكن يحصل للمحرك لو حطيت له زيت زيادة أو زيت أقل؟ قبل ما اجاوبك خليني اقول لك ان الصانع اللي عمل المحرك بتاع العربيه حط لنفسه ميد رينج كده بالزياده او بالنقصان. يعني عمل حسابه ان ممكن حد يشتغل في العربيه فيحط زيت زياده شويه او يحط زيت اقل شويه. فهو حط لنفسه كده ميد رينج زي ما قلت، عادي، زياده شويه ماشي، اقل شويه ماشي. لكن الزياده الاوفر قوي، او ان انا احط زيت اقل، كميه اقل برضو اقل قوي، لا، هنا بقى في مشكله. لان انا لو حطيت زيت زياده قوي انا كده ممكن اضرب اويل سيل كرنك امامي، اويل سيل كرنك خلفي، جوان تكيهات، اضرب اي حاجه مطاطيه، لانه بيبقى الزيت عايز يخرج من مكانه والضغط زياده جدا، الكميه المحطوطه او الكباسيتي المحطوطه اعلى من اللي المحرك محتاجها بكتير، فعايز الزيت ده بالبلدي عايز يطرش من اي مكان. فهنا بتبقى المشكله. طيب لو الزيت اقل من الكميه المطلوبه ايه اللي ممكن يحصل؟ بيحصل فريكشن. طبعا هنا احنا بنتكلم اقل من المطلوب قوي. يعني مثلا حضرتك هنفرض يعني ان الزيت كان زياده مثلا ربع لتر، عادي. الزيت اقل ربع لتر، عادي. لكن تبدا تقلق من نص لتر وانت طالع، او في الكميه الاقل نص لتر فما اقل. عربيتك مثلا بتاخد 3 لتر، فالعربيه دي مثلا 3 لتر، حط لك مثلا الفني حط لك 3 لتر ونص، لا كتير. طب هي مثلا بتاخد 3 ونص، الفني حط 3، لا قليل قوي. ليه بقى؟ لان الزيت الاقل هنا ممكن يعمل معاه فريكشن في القطع المعدنيه المكونه للمحرك، معدل الضوضاء هيبدا يزيد لان الفريكشن هيعلى. تبدا في الصباح الباكر تلقى الموتور معاك صوته عالي، صوت وش السلندر عالي، صوت البلوف عالي. فالقصد من القصه دي او الشاهد من كلامي انه انت معاك ميد رينج تقدر تتحرك فيه بالزياده او بالنقصان عادي. اقل من الكميه المسموحه قوي لا، ازيد او اكتر من الكميه المسموحه برضه لا. قول لي نوع عربيتك لو محتاج تعرف السيرفيس مانيوال بتاعك بيحركك في قد ايه بالزياده او بالنقصان، اكتب لي في تعليق وانا هرد عليك. شكرا ليك وما اتمناش اكون طولت عليك. سلام عليكم.